احنا هنعمل كوبري فوق على الناحيه الشمال، وهنعمل كوبري تحت على الناحيه اليمين، وهنعمل كراون تحت على الناحيه الشمال. كل دي كبار يا دكتور، احنا شغالين في هيئه التخطيط العمراني ولا ايه؟ لا تعالى بقى افهمك احنا هنعملهم ليه. بص يا سيدي، انا هقول لك امتى تستخدم التركيبات. ايه هي انواع التركيبات؟ عندنا التركيبات المتحركه والتركيبات الثابته. الاول هتكلم عن التركيبات المتحركه. التركيبات المتحركه دي احنا بنلجا ليها لما يكون حصل عندنا فقد لعدد كبير من الاسنان او فقد كلي للاسنان. ده مين اللي بيحصل للناس كبار السن. فلما بيحصل فقد لعدد كبير من الاسنان او فقد كلي، فبنضطر نلجا للتركيبات المتحركه انها تعوض لنا عدد الاسنان اللي احنا فقدناها. تاني حاجه عندنا التركيبات الثابته، ودي اللي هي بتبقى الكراون والكوبري او البريدج. اول حاجه هكلمكم عن الكراون. الكراون ده بنلجا ليه لما بيحصل تلف لجزء من السنه بسبب انها اتكسرت او حصل فيها تسوس كتير، وده بيخلي السنه ما تأديش وظائفها بشكل كويس. فاحنا بنلجا ان احنا نعمل بيلد اب للسنه، بنبنيها من اول وجديد وبنبردها ونعوض الجزء اللي اتكسر ده بالكراون عشان يرجع لنا وظائف السنه من اول وجديد. تاني حاجه في التركيبات الثابته، احنا عندنا الكوبري او البريدج. ده بنستخدمه او بنلجا ليه لما بيكون عندنا في ضرس من الضروس تم خلعه او تم فقده. من وظائف الكوبري ان هو بيساعد على استعاده القدره على مضغ الطعام، وبيحافظ في المسافات بتاعه الاسنان انها ما تتقفلش. وده باختصار الفرق ما بين التركيبات الثابته والتركيبات المتحركه. كنت معاكم دكتور سيف يحيى، عيادات هيلث كير.